ندفع ندفع رشاوي؟ لا، احنا ما عندناش طربيعه وما عندناش في عادتنا ان ندفع رشاوي، لا نستطيع، لانه هذا يتعارض مع مبادئ الكره ومبادئ الاخلاق. الرياضه اخلاق في الاخير طيب، احمد. اذا تفوز الرياضة فوز على أخلاق، ارض الميدان. هذا كلام قوي، والمغرب لا أخلاق رياضية له. كيف ترد لا أستاذ المزراري؟ لا، انا لا اقول المغرب، انا لا اقول المغرب، انا قلت لك الرياضه في كل القطاعات وفي كل ديسيبلين يجب ان تكون الاخلاق قبل كل بل شيء. قلتها بصريح العبارة، وقلت بأنه ما دام الأقجاع سيفوز المنتخب بهذه الطريقة أو تلك، وهذا رأيك. ولكن إن كانت هناك كولسة، لأن الجزائر بالنسبة لها إما أن تفوز وليست هناك خسارة، ومكان الخسارة توجد الكولسة. لو كانت هناك كولسة ربما تكولسنا على النظام، على الفريق الجزائري، لأنه أسهل وأهون بالنسبة للفريق المغربي من نيجيريا. كأس إفريقيا التي يستضيفها المغرب لم تتوقف عند حدود كرة القدم، بل تحولت بعد إقصاء نيجيريا للجزائر في ربع النهائي إلى جدل إعلامي حاد بين جماهير المغرب والجزائر وإعلامهما، مما مسح صورة خاوة التي تكرست خلال دور المجموعات. إذن هكذا انتقل النقاش من المستطيل الأخضر إلى الإعلام والسوشيال ميديا، فكيف تحولت كرة القدم إلى مرآة تعكس خلافات الجارين اللدودين، وأي منهما نجح في توظيف البطولة لتعزيز علاقاته الدبلوماسية مع دول إفريقيا؟ لمناقشة هذه الأسئلة وغيرها معنا من الرباط الأستاذ عبد الهادي المزراري، الكاتب الصحفي والباحث في العلاقات الدولية. ومن الجزائر العاصمة ينضم إلينا الدكتور محمد علي أربيج، أستاذ العلوم السياسية والنائب في البرلمان الجزائري. دكتور محمد، نحن أمام مقال مغربي يتحدث عن إفلاس فكري جزائري، ومقال جزائري يصف البطولة التي يستضيفها المغرب بكأس العار. هل الخلاف هنا رياضي أم أنه يعكس أزمة أعمق تطال الخطاب الإعلامي بين البلدين؟ مساء الخير. هل السؤال موجه لي أحمد؟ نعم لك دكتور. مساء الخير أحمد، تحية ليك ولضيفك من المغرب ولكل المشاهدين. ربما اليوم نشهد هذا السجال وهذا النقاش وهذا ربما التراشق الإعلامي فيما يتعلق بما يحدث الآن في دورة كأس إفريقيا التي تحتضنها المغرب، والتي نتمنى أنها يعني تكون واحدة من الدول العربية التي تفوز بهذه الكأس. ربما اليوم الخلاف الذي ما وصلت إليه العلاقات الجزائرية المغربية أصبح يغزو قطاعات أخرى وله ارتدادات قوية على مجالات أخرى كنا نتوقع أن تبتعد قدر الإمكان، خاصة التي لها طابع إنساني وطابع أخلاقي كالرياضة والفن والثقافة وكل هذه المجالات التي نحاول قدر الإمكان أننا نبعدها على الخلاف العميق. أقول الخلاف العميق الذي يضرب العلاقات الجزائرية المغربية. ولكن أحمد أقول لك أنه هذا الذي يحدث هو نتيجة لأسباب فقدان الثقة، التجارب التي ربما خضناها مع الإعلام المغربي والدوائر السياسية المغربية التي ما فاتئت أن توظف أي مناسبة إلا لضرب صورة الجزائر وتشويه صورة الجزائر للأسف الشديد. أنت لاحظت معنا أحمد في الدورة وفي التصفيات الأولى كيف كان الشعب الجزائري الذي تنقل بأعداد كبيرة إلى المغرب. وفي هذا الإطار دكتور محمد، في هذا الإطار كانت العلاقات والخطاب تصالحيا جميلا في دور المجموعات عندما كانت الجزائر تلعب وتفوز وتأهلت للدور ثمن النهائي، لكن بكل موضوعية كل هذا الخطاب تغير وانقلب رأسا على عقب بعد هزيمة الجزائر أمام نيجيريا. هل الحكم السنغالي عيسى سي مسؤول عن هزيمة المنتخب الجزائري أمام نيجيريا، أم أن الأداء المتواضع جدا للأخضر هو السبب الرئيسي وليس شراء الحكم أو ما سمعناه من تهم موجهة للمغرب؟ أحمد، حتى لا أتقمص دور المختص في الرياضة أو في كرة القدم، أترك هذا المجال لأهل الاختصاص. ولكن الكل يلاحظ والكل يعلق، كل مواقع في أوروبا شوفوا نقاشات
فيه مقالات تنشر يقول أنه فيه رائحة فساد على مستوى لجنة التحكيم، تعيين الحكام، إدارة هذه المباريات. يبدو أنه فيه يد خفية دخلت بقوة، لا ندري هذا الطرف من يكون. قد تكون المغرب واحدة من الدول وهي من حقها أنها تشعر بالمسؤولية بأن يجب أن تفوز بهذه الكأس. نعم من حقها، ولكن ليس بالطرق الملتوية وعن طريق تقديم الرشاوي أو الطرق الفاسدة التي تسيء إلى سمعة المغرب الرياضية وتسيء حتى للكاف، هذا الاتحاد الإفريقي للأسف الشديد. طيب سنسمع الرد من الأستاذ عبد الهادي المزراري. أستاذ عبد الهادي أهلا بك مرة أخرى. هل ما نعيشه اليوم هو خلاف حول التحكيم والبطولة وما تفضل بالإشارة إليه الدكتور محمد علي ربيج، أم أن بطولات إفريقيا لكرة القدم تحولت إلى رجع صدى لخلافات أعمق بكثير بين المغرب والجزائر، وللأسف بين الشعبين المغربي والجزائري؟ بداية أتوجه إليكم بالشكر وإلى ضيفكم الكريم من الجزائر الشقيقة، وكذلك إلى جميع متابعيكم عبر الوطن العربي. فيما يتعلق بما يحدث أو بما حدث بعد انسحاب أو هزيمة الفريق الكروي الجزائري من دور ربع النهائي لكأس إفريقيا التي تحتضن المملكة المغربية، أعتبر أن الأمر هو كما تفضلتم وكما قال الضيف الكريم هو أعمق بكثير. يعني هناك خلاف سياسي امتدت آثاره إلى ميادين ومجالات أخرى كثيرة، ثقافية، فنية، تراثية إلى غير ذلك. لكن دعني أقول لكم سيدي الكريم أن الرياضة وجدت أساسا لتذويب الجليد عن سطح العلاقات بين الدول. نحن نذكر أن سقوط جدار برلين ووحدة الألمانيتين وانهيار نظام القطبية الثنائية كان بداية بسبب مقابلة في كرة القدم، إن شئنا في كرة السلة بين فريق أمريكي ونظيره من الاتحاد السوفيتي سابقا. يجب أن نتعلم من الرياضة الروح الرياضية في كل شيء. لكن أتساءل لماذا الجزائر عندما تنتصر تكون مبتهجة ويكون جمهورها مبتهج ونظامها السياسي في أريحية، ولكن عندما تنهزم سرعان ما تخرج مدفعية الاتهامات. أولا إذا كنا نتحدث على أن للمغرب دور في هزيمة الجزائر أمام نيجيريا، أو أن المغرب لا سمح الله قدم رشاوي أو أمور من هذا القبيل، وهذا غير صحيح، لأن كما تعلمون المباراة جرت أمام العالم وكان هناك فرق تحكيم وهناك كاف وهناك فيفا إلى غير ذلك من الأمور. أنا لا أفهم كثيرا في الأمور الرياضية، ولكن إن كانت هناك كولسة، لأن الجزائر بالنسبة لها إما أن تفوز وليست هناك خسارة، ومكان الخسارة توجد الكولسة. لو كانت هناك كولسة ربما تكولسنا على النظام على الفريق الجزائري، لأنه أسهل وأهون بالنسبة للفريق المغربي من نيجيريا. نيجيريا خطيرة، ربما قد تهزمنا. لا أحد في المغرب يتوقع أنه سينتصر على فريق نيجيريا إلا إذا كان هناك جهد حقيقي بذل بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة من الرياضة ومن اللياقة. لكن فيما يتعلق بالعلاقات المتشنجة، أنتم تعلمون أن جماعة الصحفيين وأن الإعلام بصفة عامة هو مقياس الحرارة الذي يقيس نوع العلاقات السياسية بين البلدين. إذا نظرنا إلى الإعلام الرسمي المغربي ليس هناك أي تطاول على الجزائر. ولماذا الجزائر وحدها هي التي تشتكي أو جمهورها أو فريقها الكروي بين عشرات ومئات من الجماهير والسياح والجنسيات الذين توافدوا على المملكة المغربية؟ سؤال مهم. لكن دعني أقول لكم، ونحن أتحدث عن مقياس الحرارة الذي هو الإعلام الجزائري الرسمي حتى قبل انطلاق هذا الدوري في المغرب كان يشن حملاته المسعورة ضد المغرب. يمكن أن ترجعوا بكل بساطة في محرك البحث جوجل، سترون أن القنوات الرسمية الجزائرية سواء في الأخبار السياسية أو في الأخبار الرياضية طالما تتحامل على المغرب وتتهمه بأنه يستغل نجاح هذه التظاهرة لضرب استقرار الجزائر. أريد جواب مقنع ومنطقي عن علاقة تقدم المغرب واستقراره وازدهاره والإشادات التي يتلقاها من كل قريب أو بعيد. ما علاقة ذلك باستقرار الجزائر أو مكانة الجزائر من الإعراب في هذا الموضوع؟ كلام قوي سأجيره لك دكتور محمد للرد
عليه. يقول الدكتور الأستاذ المزراري بأن الإشادة بتقدم المغرب بنجاحه في التنظيم أثار غضب إعلاميين في الجزائر ولربما مسؤولين في الجزائر، وكان هذا الخطاب. وقال أيضا بأن قبل البطولة وقبل انطلاقها كان هناك هجوم على المغرب. يقول الأستاذ عبد الهادي المزراري: وكان هناك أيضا تشكيك في قدرة المغرب على التنظيم وبأن الملاعب فوتوشوب وما إلى ذلك، وقد سمعنا ذلك. كيف ترد دكتور محمد علي ربيج؟ هي حرب إعلامية وموجودة ولا يمكن أننا ننكرها. واستغرب من ضيفك الكريم أحمد لما يقول أنه الإعلام المغربي الخاص أو العمومي لا يشن أي هجوم على الجزائر. أنا نقول له راجع الفيديوهات وراجع النشرات وراجع التقارير. الهجوم يوميا على الجزائر، على الحكومة الجزائرية، على الأحزاب الجزائرية، على شخصيات الوطنية. نقول لك حاجة أحمد، الاهتمام الإعلام المغربي بما يحدث في الجزائر ربما أكثر من الإعلام الجزائري. كل ما يحدث في الجزائر إلا وهو مادة دسمة للإعلام المغربي، مشاريع القوانين، الإضرابات، التحركات، كل شيء يحدث في الجزائر تجد الإعلام المغربي خاصة الإلكتروني ومواقع التواصل تهتم بالجزائر أكثر من الجزائريين نفسهم. كذلك نقطة ثانية، ضيفك يتكلم على النجاحات التي قام بها المغرب أو يحققها المغرب. أنا نذكر فقط أنه بعد قبل أسابيع من تنظيم كأس الكان كانت مظاهرات بآلاف من المغاربة نزلوا إلى الشارع للتعبير عن سخطهم وعن الاحتقان وعن الغضب عن الأوضاع المعيشية المتردية. لم يطالب المغاربة الذين خرجوا للشارع بتنظيم كأس إفريقيا بقدر ما كانوا يطالبوا بتحسين الظروف الصحية والظروف التعليمية. هل الجزائر لها دور في هذا الانهيار الذي حدث؟ كشف لنا الزلزال الذي ضرب المغرب، الوضع الحرج الذي يعيش فيه المغرب، ونحن لسنا في مجال أو في موقع التشفي، بعيدا حاشا. نحن نقدر ونحترم الشعب المغربي، ولكن أنا قلت لك أحمد اليوم نحن أمام تراكمات بسبب هذه الأزمة التي ضربت العلاقات الجزائرية المغربية. وأنا نقول لك أنه لم تشهد هذه العلاقات منذ 62 إلى يومنا هذا الدرجة من الاحتقان ومن الغضب، خاصة الذي الآن امتد إلى أوساط الشعب المغربي وحتى أوساط الشعب الجزائري. اليوم المغرب كحكومة وكنظام يريد أن يبرر هذا الإخفاق على الجزائر التي يصفها بأنها عدوة الوحدة الترابية، أن كل الإخفاقات على المستوى الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي. هو ضيفك يتكلم ويقول وكأن الجزائر فقط هي من تعلق أو تحتج على سوء التنظيم على مستوى التحكيم. نحن لا نتكلم عن الجانب الفني. المغرب كفريق ممتاز محترم مرشح إلى نيل كأس إفريقيا، مبروك عليه، لكن بطريقة احترافية وبطريقة بعيدة عن الكولسة. وأنا نقول له ما تخافش، مادام موجود لقجع ستفوز المغرب، ستفوز بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى، لأنه التجارب أثبتت للأسف الشديد أنه الكاف اللي هو الاتحاد الافريقي لكرة القدم للاسف الشديد مثل الاتحاد الافريقي سياسيا ودبلوماسيا فاشل، حتى على المستوى الرياضي فاشل. طيب سأسألك سؤالا دكتور محمد، سأسألك سؤالا حتى يكون الحوار سجالا. لماذا لا تستغل الجزائر نقطة ضعف الكاف التي تفضلت بالإشارة إليها وتكولس أيضا لمنع الهزيمة أمام نيجيريا مثلا؟ ندفع رشاوي؟ لا، احنا ما عندناش طربيعه وما عندناش في عادتنا ان ندفع رشاوي، لا نستطيع، لانه هذا يتعارض مع مبادئ الكره ومبادئ الاخلاق. الرياضه اخلاق في الاخير. طيب. احمد، الرياضه اخلاق، هذا كلام قوي، والمغرب لا اخلاق رياضيه له. كيف ترد استاذ المزراري؟ لا، انا لا اقول المغرب، انا لا اقول المغرب، انا قلت لك الرياضه في كل القطاعات وفي كل الديسيبلين يجب أن تكون الأخلاق قبل كل شيء. قلتها بصريح العبارة، وقلت بأنه ما دام القجع سيفوز المنتخب بهذه الطريقة أو تلك، وهذا رأيك يحترم. وللضيف من الرباط الأستاذ المزراري حق الرد. سأنطلق من قول الضيف الكريم بأن الرياضة أخلاق الرياضة أن يأتي لاعب يعني من فريق الجزائر ويقوم منتصبا أمام أحد الجماهير الرياضية لفريق الكونغو ويقوم بعبارة مشينة للأخلاق
وأن يصدم الجميع بهذه العبارة وبهذه الحركة المشينة، هذا أخلاق. ما هي؟ أن يتبول، شرف الله قدركم، لا بدون أن يتبول شرف الله قدركم أحد الجماهير الفريق الجزائرية في الملعب، كذلك أخلاق رفيعة. أن يقضي أحد المواطنين الجزائريين حاجته في مرأب السيارات، كذلك أخلاق عالية. أن يقوم الفريق أو جمهور من الجزائريين بتمزيق أوراق نقدية لبلد ذو سيادة، كذلك هذا من الأخلاق العالية. أنتم تعرفون سيدي الكريم أنما حينما نقوم باستضافة تظاهرة رياضية نعامل الناس على قدم المساواة. ربما الجماهير الجزائرية كانت أكثر، صدقني، حظوة واستقبالا بين المغاربة، وهذا ليس كلام يعني يمكن أن أقوله أنا بدون أدلة أو بدون سند. الجزائريون الشرفاء الحقيقيون عندما زاروا المغرب تركوا شهادات تنطق بهذه الأمور وتوثق. أنا لا أتحدث عن الإعلام الجزائري الرسمي، وهنا أريد أن أصحح معلومة لضيفك الكريم. أتحداه إن وجد عبارة واحدة في الإعلام الرسمي المغربي يتحدث بسوء عن الجزائر. أنا أشتغل في مؤسسة إعلامية تقريبا رسمية، يمنع علينا منعا كليا أن نتحدث عن الجزائر بسوء. بينما صحيح توجد مواقع إلكترونية، يوجد كذلك مؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجمات لاذعة وقوية على النظام الجزائري. كذلك أريد أن أقول للسيد وللضيف الكريم أنه يكتب من نفس المحبر التي يكتب بها النظام تقاريره عن المغرب. في الأخبار وفي نشراتها في الإعلام الرسمي الجزائري لا ينطقون اسم المغرب، يزيلون علم المغرب، يمحون إشارات حتى أسماء الخطوط الملكية المغربية من الصور. هذه الهستيريا لا يعيشها المغرب. الجزائريون وجدوا في الساحات وشوارع المغرب يحملون الأعلام الجزائرية ويتجولون بكل حرية، ونحن نستقبلهم ونستضيفهم. فقط للمغرب سيادة لا يريد أن تنتهك من قبل تصرفات. أنا لا أقول جزائرية، لو قام التونسيون بهذا التصرف لاعتقلوا التونسيون. حينما نتعامل مع جمهور فاسد أو فاشل مع شريحة معينة منهم، فلا نعتبرهم جزائريين ولا نعتبرهم تونسيين ولا نعتبرهم مصريين. كل جماهير هذه الدول سعيدة ومطمئنة ومرتاحة، إلا فئة معينة من الجزائريين وهم ليسوا يمثلون الشعب الجزائري، يمكن أن يكونوا يمثلوا النظام الجزائري، وأقول ذلك وأؤكد لك به. طيب، حتى التغطية الإعلامية هناك ملاحظات على ذلك أستاذ محمد علي ربيج، بأن المراسلين كانوا يبتعدون عن مركز المدينة إلى أماكن مظلمة لإجراء مقابلاتهم مع القنوات الرسمية الجزائرية. لكن سأعطيك المجال للرد على هذه الملاحظة وعلى ما تفضل به الأستاذ عبد الهادي بعد عرض هذه الصور التي تحول مضمونها ب180 درجة ما بين دور المجموعات ودور ربع النهائي. فما الذي حصل؟ نتابع. خوا من الاخر ما كانش هذه ما عندناش البوليتيك وبيناتنا اخوه. ما مولا المغرب بيدوها رانا معاهم شعب واحد كيف خوا كما يقول لك. تحيه للجزائر، تحيه للمغرب، ومغرب يونايتد. طيب دكتور محمد، كيف تعلق على هذه التصريحات، وما الذي جعل الخطاب يتحول من خوا إلى سب وشتم عبر السوشيال ميديا بين الطرفين حتى نكون موضوعيين؟ لأنه بدأ الانحراف من طرف السلطات المغربية. أحمد، توقيف صحفيين بدون مبرر. يتكلم ضيفك على الشاب الذي يقال أنه ارتكب عمل غير أخلاقي في المدرجات، وهو الآن في السجن ولم يمنح له فرصة للدفاع عن نفسه، وهو طالب السلطات المغربية بأن تقدم فيديو حقيقي يثبت أنه قام بذلك الفعل غير أخلاقي. ضيفك يتكلم على أن المغاربة يحترمون الجزائريين الذين هم الآن موجودين. أنا نذكرك بأن اليوم في مغاربة الآن موجودين على الأرض الجزائرية وفي محافظات جزائرية ويعيشون بيننا، وهم حرفيين في البلاط وفي في الخزف في كل المجالات، ويعيشون معنا معززين مكرمين
لم يلحقهم أي أذى. الآن تقول لي أحمد أنه هذا ربما التجاوزات أو الأخطاء التي ارتكبت بشكل فردي، هل هذا يعني أن كل الجمهور الجزائري ينسب له ذلك الاتهام؟ باشا لا هي الانحرافات، وهناك هذا الشخص تحديدا وثق بالفيديو ما قام به وقد شاهدته يعني شخصيا، لكن ماذا عن المراسلين؟ ولماذا يبتعدون عن مراكز المدن ليظهرون صورة غير عادية؟ كان المشهد سورياليا بالنسبة لي كصحفي. لماذا تخرج من وسط المدينة لكي تجري مقابلتك مع مؤسسة رسمية في بلدك لإظهار بأن الوضع هناك لا يوجد كهرباء مثلا، أو لإظهار بأن الوضع في المغرب مزري إلى هذا الحد؟ هذه أنقل إليك ملاحظات للصحافة العربية، وقد لربما تابعت الكثير حول هذه النقطة تحديدا، من السعودية إلى مصر إلى العراق وما إلى ذلك. وحتى فيه صحفي تونسي اتهم بنفس الاتهام، ويبدو أنه تم طرده على أساس أنه بث من موقع مظلم. هذه الأخطاء التي ترتكب سواء من طرف لجنة التنظيم الكان أو حتى من الصحفيين، هذا لا يمكن تبريرها أو تعميمها على كل الجمهور الجزائري أو على الدولة الجزائرية. المشكلة هو أنه بدأ الانحراف على مستوى إدارة وتسيير هذه الدورة التي تسرب إليها الفعل السياسي والعمل السياسي والانحراف بمساراتها الأخلاقية والرياضية. هنا شعرنا كجزائريين وشعرنا كمنتخب جزائري أنه اليوم لم يطرح لنا مجال لكي نبرهن على أرض الواقع، على أرض الميدان. لعبنا مع الكاميرون، لعبنا مع منتخبات كنا من بين الدول المترشحة، لكن عندما اختلطت السياسة بالرياضة وأصبحت الكواليس على مستوى عالي خاصة بالنسبة للجنة التحكيم، هنا ربما شعر الجزائري بنوع من الحجرة ونوع من التسلط من قبل المغرب ومن قبل لجنة التحكيم التي ربما هي مشاركة في مسألة الانحراف الذي حدث داخل هذه الدورة للأسف الشديد. طيب، من خلال اطلاعي الجيد جدا على ما جرى وما قيل بعد هذه المباراة والتهم أو الاتهامات التي وجهت على أكثر من صعيد وفي أكثر من اتجاه، سأسألك أستاذ عبد الهادي سؤالا دبلوماسيا. بينما يصف رئيس تحرير الخبر جلال بوعاتي، جريدة الخبر الجزائرية، الأستاذ جلال بوعاتي يصف تنظيم المغرب بالعار، يتحدث مغاربة كثر عن تنظيم استثنائي في تاريخ البطولة الإفريقية. أي البلدين من وجهة نظرك استفاد دبلوماسيا من البطولة، وتحديدا في علاقته بالعمق الإفريقي؟ وصراحة أستاذ أحمد لا يمكن أن ينكر عاقل بأن الرياضة وبصفة خاصة كرة القدم أصبحت القوة الناعمة الدبلوماسية، يعني لتكريس الحضور ولتحريك مجموعة من القطاعات. وأنا صراحة أتفهم ذعر النظام الجزائري وقلق الجزائريين على فشلهم أولا في الحصول على استضافة كأس إفريقيا، أو حتى على طموحهم للحصول على استضافة كأس العالم. نحن نقدر مشاعر الجزائريين في هذا الموضوع، ونعرف بأنهم يعني حينما يتطلع بلد ما لاستضافة كأس إفريقيا أو كأس العالم ولا يحصل عليه يصاب بالإحباط. ولكن أستاذ عبد الهادي، إن سمحت لي، وربما هذا الشعور مشروع. إن سمحت لي، ما الذي يمنع الجزائر من تنظيم بطولة إفريقية ولديها فرق كبيرة ومنتخب قوي ولديها أيضا الإمكانيات المادية لتوفير البنية التحتية اللازمة؟ أعتقد بأن أنا لست يعني في الموقع المناسب لكي أجيبكم على هذا السؤال، ولكن أن الكاف والفيفا يعني لديهم خبراء وسبقوا أن قاموا يعني بجولات لدراسة الملف الجزائري وتوصلوا إلى عدم قدرة الجزائر على تنظيم مثل هذه التظاهرة. ورأينا كثيرا كيف كان رد الصحافة الجزائرية والجهات الجزائرية الرسمية على هذا الموضوع. هذا شيء لا يهمنا نحن في المغرب.
المغرب ولا نريد أن نتطرق إليه بصراحة. لكن دعني أقول لك جوابا على سؤالكم من استفاد من تنظيم هذه الدورة. أنت تعرف سيدي الكريم أنه مثلا بخلاف أقول لك الجزائر وليس كل الجزائر، فئات معينة من الجزائريين المرتبطين للأسف بالنظام الجزائري هم يشعرون، الأخ الضيف الكريم تكلم عن الحقرة، تكلم عن الغضب، عن اليأس. هذه الأمور المغرب ليس مسؤولا عنها في عقول الجزائريين ولا في قلوب هذه الفئة من الجزائريين، بل النظام الجزائري هو الذي يعني راهن كثيرا على أن يجعل من الكرة ومن الرياضة أحد الدوافع الرئيسية في إبراز قوة الجزائر كقوة ضاربة كقوة غير ذلك. لكن حينما نقوم بعملية يعني تدقيق وبعملية تقييم لجهود الدولة الحقيقية على مستوى البنية التحتية وعلى الفنادق وعلى التنقل وعلى كل هذه الأمور المرتبطة، وهي أمور لوجستيكية مرتبطة بتنظيم المباريات، نجد فعلا أن المغرب لا يمكن أن أقول لك بأن أصدر يعني حكم قيمة، أترك هذا لشهادات الدول وتقييمها. حتى الولايات المتحدة الأمريكية يعني فرقها الأمنية استعدادا لتنظيم كأس العالم نزلوا يعني حلوا بالمغرب ضيوفا للمشاركة والمتابعة والاستفادة من الإمكانيات الباهرة للنظام الأمني المغربي في تنظيم مثل تظاهراتنا كذا. أي البلدين استفاد؟ وباختصار حتى أعطي المجال والوقت نفسه للدكتور يعني محمد. حتى لو تمنيت لو يعني حتى ولو أني مغربي أقول لك بأن المغرب استفاد من دبلوماسيا من هذه التظاهرة 120%. طيب دكتور محمد، كيف تعلق وكيف ترى الأمر، خاصة وأن الكاف فتح تحقيقا في أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا، وهناك وجهات نظر مختلفة تجاه سلوك المنتخب بعد هزيمته أمام نيجيريا. إلى أي مدى أثر ذلك على علاقة الجزائر دبلوماسيا مع عمقها الإفريقي؟ والله احنا علاقتنا مع افريقيا في احسن ما يرام احمد، بدليل الان في داخل هياكل الاتحاد الافريقي من خلال هذه المؤتمرات والمنتديات التي نظمتها الجزائر مؤخرا فيما يتعلق بفكره الاستعمار، فكره التعاون في المجال الامني. فيه اليوم افق مفتوحه بالنسبه للافارقه. الجزائر حاضره في منطقه الساحل 5+5. اليوم في نيجيريا، في جنوب افريقيا، خط الانبوب الغاز سياتي من نيجيريا الى النيجر الى الجزائر. نحن نعمل في صمت وبعيدا عن اي ضوضاء. انا فقط السؤال الذي اريد ان اطرحه على ضيفك عندما يقول المغرب استفاد، انا اطرح سؤال يوجه الى الشعب المغربي: ماذا استفاد الشعب المغربي من تنظيم هذه الكان؟ وماذا سيستفيد من بعد أن يفوز المغرب بكأس إفريقيا؟ وماذا سيستفيد من بعد تنظيم كأس العالم؟ هذا هو السؤال. السؤال إذا هو يقارن نفسه بأمريكا وببريطانيا وبإيطاليا وبفرنسا، هذه دول متقدمة وشعبها لا يخرج للشارع لكي يطالب برغيف العيش ويطالب بأنبوبة الغاز ويطالب بتحسين مستواها التعليمي والصحي. الغريب في الأمر أن النظام المغربي الآن يوظف هذه النشاطات وهذه الاحتفاليات السياسية والاقتصادية والرياضية ليغطي عن عجز عميق وانهيار واحتقان داخل المجتمع المغربي. نحن لا نتكلم من فراغ. كل المظاهرات التي حدثت، كل هذا الاحتقان، كل هذا الغضب، وزيد أكثر من ذلك اليوم المغرب يدفع ثمن تطبيعه مع الكيان الصهيوني من خلال إخراج وطرد المغاربة إلى الشارع. هل اليوم نحن مسؤولين على هذا الوضع الذي وصل إليه المغاربة؟ هل يعتقد ضيفك اليوم أن الإنجاز الرياضي يمكن أن يغطي على الإخفاق الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي وحتى مسألة الثقة بين الحاكم والمحكوم داخل المغرب؟ اليوم المغرب يتحضر لدخول مرحلة انتقالية ما بين على مستوى العرش. ربما يتخوف أنه سيكون في انهيار. كلام قوي لا يمكن أن يبقى بلا رد. وصلت الفكرة دكتور محمد. كلام كثير. الشعب المغربي على أنه دكتور محمد، وصلت الفكرة. كيف تعلق بإيجاز في 40 ثانية دكتور أستاذ المزراري، خاصة وأن الدكتور محمد يحمل كل شيء للعلاقة وللتطبيع بين دولة إسرائيل والمغرب؟
هو صراحة في ال40 ثانية لا يمكن الرد على كل هذه الاتهامات الباطلة والتي تعشش فقط في عقول النظام الجزائري وأتباعه، وكذلك في عقول الإعلام الجزائري. جميع المواطنين من جميع أنحاء العالم أدركوا النكسة الخطيرة التي يغرق فيها هذا الإعلام، وينطلق من أن المغرب منهار ومنحاط وهذه الأمور تافهة كاذبة خاطئة. أترك الحكم لشهادات جميع جنسيات دول العالم الذين استمتعوا. للأسف انتهى الوقت أستاذ المزراري، شكرا جزيلا لك، وشكرا لك دكتور محمد، ولكم أيضا مشاهدينا كل الشكر. إلى اللقاء.